السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. في الفيديو ده أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إزاي تحسب سعر عربية مستعملة. لو أنت رايح تشتري عربية مستعملة إزاي تحسب سعرها بما يرضي الله، من غير ما يكون التاجر أو الراجل أو الشخص اللي أنت رايح تشتري منه يكون معلق عليك السعر ومأفور في السعر جامد. تمام، هقول لك طريقة بسيطة تقدر إنك أنت تحسب بيها السعر وتشتري العربية بما يرضي الله. اول حاجة انت عندك حل من الاتنين او طريقة من الاتنين عشان تعرف بيهم سعر العربية. واول طريقة هي انك هتخش على المواقع بتاعت بيع وشراء العربيات زي دوبيزل وهتلاقي والحاجات دي كلها. تمام، الحاجات دي انا ما بنصحكش انك تخش عليها. اديك مثال دلوقتي على عربية هيونداي فيرنا، المتوسط بتاع السعر بتاعها 368 الف والسعر الاعلى على الموقع 400 الف جنيه. مع انك لو بصيت على هيونداي فيرنا 2018 هتلاقي المتوسط 350 الف والسعر الاعلى 368 الف. طب هل ده منطقي؟ يعني منطقي ان عربية 2017 هتبقى اغلى من عربية 2018؟ اكيد طبعا مش منطقي. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ الموقع بيحسب لك سعر العربية على حسب الاعلانات اللي موجودة على الموقع. يعني مثلا انا حاطط عربية ب 250 الف وغيري حاطط فيرنا ب 350 الف، فهو بيحسب لك على متوسط السعر ان السعر الادنى 250 الف والسعر الاعلى 350 الف. فده الحسبة بتاعة الموقع. فاي تاجر دلوقتي بقى بيخش ممكن يغير لك ويلعب لك في اعدادات الموقع بكل سهولة. انا لو دخلت نزلت الفيرنا ب 50 60 اعلان لفيرنا ب 450 الف جنيه، الموقع هيتغير وهيجيب لك متوسط السعر اعلى من كده بكتير. فاي تاجر يقدر ان هو يلعب في الاسعار براحته. فده حل مش عملي خالص انك تعرف سعر عربيه بما يرضي الله. طيب ايه الحل ان احنا نعرف سعر العربيه؟ كمل معايا الفيديو للاخر وانا هقول لك ازاي تحسب العربيه بما يرضي الله. بس قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. طبعا احنا لو رايحين نشتري عربيه فيرنا دلوقتي بالاسعار الخزعبليه اللي احنا بنسمعها والاسعار الفلكيه اللي احنا بنسمعها النهارده 450 الف و500 الف والاسعار دي كلها، فحرام ان احنا ندفع المبلغ ده في عربيه مستعمله بقالها 7 سنين واحنا قادرين نحط 150 الف او 250 الف على الرقم ده ونروح نشتري وليكن نيسان صني الشكل الجديد 2025 و2026 عربيه زيرو. تمام، طبعا مش هنقارن الاثنين ببعض لان الاثنين زي الزفت. يعني الفيرنا عندك عربيه ورق وصاج ضعيف، والنيسان صني برضو عربيه ورق وصاج ضعيف. يعني ان لم يكن النيسان الصني هتلاقي فيها اوبشنز اعلى وممكن عشان فتيس اوتوماتيك وحاجات افضل بكتير وعلى الاقل اسمها زيرو. فما ينفعش ان انا اشتري عربيه مستعمله بالسعر الخزعبلي ده. فايه السعر بما يرضي الله اللي اقدر احدده او اقدر ازاي اعرف سعرها بما يرضي الله؟ هقول لك دلوقتي. احنا هنرجع مع بعض لسنة 2018 ونشوف العربية الفيرنا 2018 كان تمنها كام زيرو. العربية وقتها كان تمنها بيتراوح من 160 ألف جنيه لحد 186 ألف جنيه تقريبا. طيب احنا هنحسب سعرها على 180 ألف جنيه اللي هو أعلى سعر موجود، اللي هو متوسط سعرها المفروض أقل من 180، احنا هنحسبه على 180. وهنرجع برضو لسعر الدولار في سنة 2018 اللي هو كان 19 جنيه و60 قرش. هنقسم تمن العربية اللي هو 180 ألف على سعر الدولار وقتها اللي هو 19 جنيه و60 قرش، هيطلع لنا 9183 دولار. ده تمن العربية سنة 2018 بالدولار. طيب سعر الدولار النهاردة كام؟ سعر الدولار النهاردة 47 جنيه و58 قرش. هنضرب سعر العربية بالدولار في 2018 اللي هو 9183 في سعر الدولار النهاردة اللي هو 47.58 قرش، هيطلع لنا سعر العربية النهاردة زيرو اللي هو كام؟ 436,927. ده سعر العربية النهاردة لو نازلة موديل السنة زيرو ما مشيتش ولا كيلو. طيب في نسبة إهلاك على ال7 سنين اللي عدوا على العربية. إزاي بنحسب نسبة الإهلاك دي للعربية؟ نسبة الإهلاك دي بتبقى تقريبا 5% لكل سنة من عمر العربية. يعني ايه؟ يعني العربية عدى عليها 7 سنين في 5% لكل سنة، يعني في 35% بيقلوا من قيمة العربية او من ثمن العربية مقابل الاهلاك اللي حصل. الاهلاك ده المفروض ان احنا بنحسبه على حسب كيلوات العربية، بس النهاردة مفيش حاجة مضمونة. انت عداد العربية ممكن تروح تسفره كله وتجيب العربية انها ماشية مثلا 50,000 كيلو او 100,000 كيلو، فنحسبها بالسنين احسن ما نحسبها على عداد العربية، وبرضه عشان العمر الافتراضي وعوامل الزمن اللي بتعدي على حديد العربية.
لما نيجي نحسب 436927 ونشيل منهم 35%، ال 35% من الرقم ده هيطلع 152000 تقريبا، 152924. ده نسبة الإهلاك لل7 سنين العربية ماشية فيهم. طيب هنجيب تمن العربية اللي احنا طلعناه 436927، هنطرح منه ال 152924، هيطلع لنا تمن العربية 284,000 جنيه، وده تمن العربية دلوقتي بحالة كويسة. طبعا الرقم ده بعد حساب نسبة الإهلاك لموديل عدى عليه 7 سنين. يعني في عوامل تانية ممكن تقلل السعر زي حالة الصاج والموتور والعفشة والفرش، وهل فيها حوادث ولا سليمة، والبوية فابريكا ولا رشة. كل دي عوامل تقلل السعر أكتر، وفي نفس الوقت لو العوامل دي سليمة 100% السعر ممكن يزيد عن كده بس مش كتير. يعني المفروض انك انت اي عربية فيرنا موديل 2018 ما تشتريهاش اكتر من 284,000 جنيه. طبعا في حاجة بقى زي انها تبقى حالة شاذة، البوية بتاعتها من بره فابريكا، الكلام ده كله ممكن تزيد، بس هتزيد حاجات بسيطة قوي. يعني ممكن تزيد عن الرقم ده 20,000 30,000، مش 100 و150,000 زي ما التجار بيعملوا. يعني العربية لو وقفت عليك مثلا ب 300 320 وهي حالتها كويسة، ده سعر مناسب ليها. لكن اكتر من كده فده سعر خزعبلي. الطريقة دي انا كده حسبت لك العربية سعرها بما يرضي الله، ونسبة التفاوت في الاسعار ما بين الدولار زمان والدولار دلوقتي، لان الدولار هو اللي بتحدد عليه السعر عشان الاستيراد، فاهمني. لكن احنا دلوقتي مثلا العربية في 2018 كانت ب 180,000 جنيه، والدولار كان ب 19 جنيه و60 قرش، دلوقتي الدولار ب 47 جنيه. ازاي هنوصل؟ يعني دلوقتي الناس بتبيع العربية الفيرنا المستعملة ب 450,000 جنيه 2018. طب انا هشتريها ليه ب 450,000 جنيه؟ ده كده اغلى من ثمنها. يعني هي عربية اصلا زيرو، لو جينا نحسب ثمنها وقتها بالدولار وثمنها دلوقتي زي ما احنا حسبناها، احنا طلعناها زيرو ب 400 وشوية، 436,000 جنيه. انت عايز تبيعها اغلى من سعرها زيرو والعربية ماشية 7 سنين، فده طبعا مش منطقي. دي الحسبة الوحيدة اللي تقدر انك انت تعرف بيها سعر العربية كام بالظبط. طبعا ما تجيليش في عربيه تكون معدي عليها اكتر من 15 سنه، دي بيبقى ليها حسابات تانية زي الحاله بقى العامه، زي ان انت بتتفرج على العربيه تشوف العربيه كويسه ولا لا، فيها قطع ولا لا، الكلام ده كله. العربيات القديمه دي بيبقى ليها حساب تانية خالص، احنا مش هنحسب سعرها كام في سنتها، احنا بنحسب العربيات اللي معدي عليها 10 15 سنه بالكتير، ونسبه الاهلاك في ال 10 15 سنه بنقللهم من ثمن العربيه زيرو. تمام، عشان تقدر توصل للعربيه تمنها كام بما يرضي الله. ونصيحه، اوعى تشتري عربيه تكون اغلى من تمنها عشان ما تفضلش معاك العربيه في قرابيزك وما تعرفش انك تبيعها. وبالمناسبه السوق دلوقتي اللي السبب الكبير اللي موقعه ومخلي اسعار العربيات في الارض هو ان مفيش بيع وشراء. انت دلوقتي لما تروح تجيب الحاجه بالغالي ومضطر انك تشتريها وغيرك يعمل نفس الكلام، ففي طلب على العربيات فسعرها هيزيد. لكن دلوقتي ما بقاش في بيع وشراء، ما بقاش في طلب على العربيات الزيرو نازله باسعار كويسه واسعار مستريحه، فما بقاش في طلب على العربيات المستعمله، فكل واحد معاه عربيه حابب يبيعها بسعر غالي مش هيعرف يبيعها بسعر غالي. وانت النصيحه مني ليك انك انت لو رايح تشتري عربيه ولقيت سعرها اغلى من الكلام اللي احنا لسه حاسبينه دلوقتي ده، سيبك منها وما تشتريهاش. يا اما تروح تحط فلوسك في مقدم عربيه زيرو، اعمل اي حاجه، لكن ما تشتريش العربيه بتمن اكتر من تمنها. وفي الاخر ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. والسلام عليكم.